النهارده معانا موضوع مهم جدا ولازم نتكلم فيه كده وندي لصاحب المشكله الرأي، لانه محتار وفرحه تقريبا ناقص له شهرين، مش عارف ياخد قرار رغم انه مفروض انه خطب واحده ألف مين يتمناها زي ما بيقولوا. هو قاعد بيقول انا خطبت واحده والواحده دي انا مقتنع بيها جدا لانها من اسره طيبه وناس محترمين ومحافظين جدا وملتزمين كمان. هي منتقبه وابوها وامها ناس ملتزمه جدا، وهي مش بس منتقبة، دي كمان بتحفظ القرآن. أنا خطبتها من سمعتها الطيبة وسمعة أهلها الطيبة. أنا أساسا كانت كل الناس بتحكي وبتتحاكى على البيت ده وعلى التربية الجميلة اللي هم ربوها لأولادهم. المهم اني بعد ما خطبتها كان في حاجات كتير جدا هي ما بترضاش تعملها معايا، ولا حتى الكلام في التليفون غير في ساعة معينة، يعني بعد الساعة 10 بترفض انها تتكلم معايا في التليفون. في الاول اتخنقت وحسيت ان الموضوع صعب وانها مش شبهي، وانا نفسي ابقى زي كل اصحابي اللي بيقعدوا مع خطوباتهم او مع خطيباتهم يتكلموا بالليل بالساعات ويرغوا ويحبوا ويتحبوا. لكن هي كانت صارمة جدا، منين ما اروح عندهم البيت ما اعرفش اقعد معاها 5 دقايق لوحدنا، لازم اخواتها يكونوا قاعدين او باباها او مامتها. كنت حاسس ان انا ما اعرفهاش، حتى في القعده الشرعيه اللي المفروض اشوفها فيها كان اهلها قاعدين وكانوا معانا، وكنت حاسس ان انا محرج، مش عارف اقول اللي جوايا، مش عارف اتكلم. لكن طول الوقت كنت حاسس ان هي خجوله جدا، ما بتتكلمش الا قليل، وكنت مستوعب قوي فكرة انها اتربت بطريقة معينة. كتير كنت بتخنق وكتير كنت بتضايق، وعدى سنة على الخطوبة بس كنت في الاخر بقول مش هلاقي زيها، كفايه انها تعرف تربي لي ولادي احسن تربيه، كفايه انها محترمه وبتخاف ربنا. وفعلا كملت لحد ما جت عندهم مناسبه وكانت حنه اختها. طبعا هم عزموا امي وعزموا اخواتي وعزموا مرات اخويا، وهم دايما الافراح عندهم بتبقى الرجاله في مكان والسيدات في مكان. عزموا الستات، مفروض ان هم كلهم هيكونوا في مكان، وكان عندهم طقس غريب جدا. اي ست بتيجي عندهم بياخدوا تليفونها عشان ممنوع التصوير منعا باتا، ما ينفعش حد يصور الحريم وهم بيرقصوا وهم مبسوطين مع بعض، فبياخدوا التليفون وفي اخر القعده او في اخر السهره بيدوا لكل واحده تليفونها. وفعلا اخواتي البنات اول ما جم ومرات اخويا وامي راحوا خدوا التليفونات، لكن اكراما لامي قالوا لها خلاص احنا مش هناخد تليفونك، لان هي ساعتها قالت لهم ده انا حاطه عليه مواعيد الادويه بتاعتي والمنبه هيرن. قالوا لها خلاص مش هناخد تليفونك، بس ارجوكي ما تطلعهوش لان التصوير ممنوع، احنا بنبقى مع بعض وبنفرح مع بعض وما نحبش ان حد يصور. فامي طبعا قالت لهم ما فيش مشكله. دخلوا وقعدوا، وساعتها البنت كانت لابسه لبس غريب جدا غير اللي انا متعود او اللي انا عارفه. اللي بيحكوا لي بقى مفروض ان بعد كده اتحكى له، ومش بس اتحكى له، لان مرات اخوه خدت التليفون من غير ما حماتها تضرب، من غير ما امه تضربيهم، وخدت التليفون وابتدت صورت البنت وهي بترقص، وكانت لابسه لبس يعني براحتها بقى، في واحده في وسط بنات وفي وسط حريم، فلابسه براحتها زي ما هي عايزه، وابتدت تصور من غير ما حد ياخد باله. فاول ما روحوا البيت راحت قالت له تعالى اتفرج. فقال لها انت عملتي ايه؟ قالت له هم كانوا مانعين التصوير لكن انا خدت تليفون امك من غير ما حد ياخد باله. بيقول في الاول اعترضت على التصرف وقلت لها دي مش اخلاق ابدا انك تعملي كده، وازاي تصوريهم وهم مش واخدين بالهم، لكن هي من كتر ما كانت مندمجه قوي وبتتفرج فضولي خدني، ولقيت امي بتقول لي عادي يا ابني، هي يعني صورت وهتوري حد غريب؟ ما انت اللي هتشوف، اهو تعالى شوف خطيبتك اللي انت ما تعرفش عنها اي حاجه وما بتشوفش منها تقريبا غير وشها. فضولي خدني وخدت التليفون. بيقول لما خدت التليفون شفت واحدة تانية خالص، شفت بنت لابسة لبس عفوا اشبه بالرقصات، لبس مفتوح من كل مكان، لبس مكشوف جدا جدا، وشفتها عامله بيرسينج في مناخيرها رغم ان احنا في القعده الشرعيه هي ما كانتش قاعده بيه،
وساعتها استغربت ولقيت واحده بترقص باحترافيه شديده جدا، اكنها يعني حد بيعرف يرقص بشكل كبير جدا، غير البنت اللي بشوفها وبقعد معاها وما بتعرفش تتكلم كلمتين على بعض. ساعتها اتلخبطت وما بقتش فاهم حاجه. كانت عجباني قوي ومبسوط بيها قوي، وحاسس ان الحمد لله. انا كنت خايف تطلع خيبه ولخمه وما بتبقاش عارفه اي حاجه، بس برضه خفت من طريقه اللبس ومن طريقه الاداء ومن الهزار ومن الضحك. قلقت جدا، وفي اللحظه دي حسيت ان انا معايا بني ادمه بشخصيتين. انت مين فيهم؟ انت اللي كنت بترقصي في الحنه وتصورتي وكنت بالمنظر ده، ولا انت البنت اللي لما بقابلها ببقى بتمنى بس تنطق اسمي او تتكلم معايا وصوتها يعلى شويه؟ انت مين فيهم؟ ما انكرش انها بره البيت منتهى الالتزام، منتهى الاحترام والاحتشام، هي واخواتها ومامتها وكل ستات العيله، لكن اللي شفته خضني. حسيت ان في فرق كبير قوي وفجوه كبيره قوي بين البنت اللي بشوفها ملتزمه وبين اللي كانت بترقص ومرات اخويا صورتها لي. ساعتها ابتديت اقلق وابتديت احس ان انا قلقان شويه، وحاسس ان ممكن يكون ده مش حقيقتهم، والحقيقه غير كده خالص، والحقيقه جزء من اللي انا شفته. طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ حتى امي ابتدت تلاحظ حيرتي، وابتديت اقول لها يا امي انا خايف، اصل البنت اللي انتوا وريتهاني في الفيديو دي غير خالص اللي بقعد معاها دي بتتكسف من خيالها، ما بتنطقش اصلا، بتبقى ايديها بتترعش اصلا وانا قاعد جنبها. فازاي دي هي اللي كانت بترقص وبتهزر وبتضحك وبتزغرط وعامله بيرسينج وعامله حاجات غريبه؟ انا مش متخيل ده. انا يا امي متهيألي ان في بنات كتير مش محجبات وما يعملوش ده او ما يرقصوش بالطريقه دي او ما يلبسوش ده. حتى امه ردت وقالت له والله يا ابني انا من البدايه مش مرتاحه للجوازه دي. قال لها ليه؟ قالت له هم يا ابني مش شبهنا، حتى لو هم ملتزمات ما هم مش شبهنا، احنا حاجه وهم حاجه. انا حتى لما رحت الحنه استغربت قوي من ان هم هاتوا موبايلاتكم واكننا داخلين مكان كده، يعني اكنه مكان جيش ولا شرطه، هاتوا موبايلاتكم، ما ينفعش حد يمسك الموبايلات. استغربت يا ابني، كان طقس غريب جدا بالنسبه لي، لكن قلت براحتهم هم ادرى، واستغربت وسكت. فانا حاسه ان هم مش شبهنا ولا احنا شبههم، يعني هم ملتزمات قوي بره البيت، رغم ان يا ابني والله لما رحت شفت العجب، شفت هزار وشفت ضحك وشفت ستات جوه في القعده بيدخنوا عادي وعايشين حياتهم بالطول وبالعرض. انا استغربت وبقيت مش فاهمه، انا نفسي اتلخبطت زيك. رد وقال لها لا يكونوا بيمثلوا عليا يا امي، لا يكون ده كله قناع. قالت له الله اعلم، بس في كل الاحوال يا ابني ولا هم شبهنا ولا احنا شبههم، احنا ناس بنعرف ربنا وبنخاف ربنا، لكن العادي الناس اللي بنصلي اخواتك محجبات بس ولا نقاب ولا كل الكلام ده، مش مزودينها قوي يعني، لكن هم صراحه انا حاسه كده ان هم مش شبهنا، واللي شفته برضو خوفني زيك، لكن ده قرارك وانت حر. هو قال لها انا قلقان، وابتدى يتغير في التعامل مع البنت، هو اللي ما بقاش يكلمها، وهو اللي ما بقاش راضي بالقوانين بقى. لما تقول له اخر كلامنا الساعه 10 يقول لها ايه المشكله يعني ما نتكلم بعد 10، فين مشكلتك انا مش فاهم. تقول له لا احنا متفقين على كده، يقول لها يعني ايه متفقين على كده؟ وما بقاش قادر يقول لها اللي شافه، لان لو قال اللي شافه معنى كده ان في حد صورهم، وساعتها هيبقى منظرهم وحش جدا، لان هم قالوا لهم ان ممنوع التصوير. فهو بيقول انا مشتت ومحتار، فرحي تقريبا بعد شهرين، كل حاجه تقريبا انا جبتها وهي المفروض ان عليها الاجهزه الكهربائيه والحاجات اللي بتجيبها العروسه، انا محتار ومتردد، خايف، حاسس ان الناس دي مش شبهي، خايف يكونوا بيمثلوا، وخايف يكون الحقيقه انا ما استحملهاش، ومش عارف اتصرف ازاي واعمل ايه. بعت اقول لك ارجوكي وخلي الناس تشاركني بارائها ويقولوا اكمل معاها واتجوزها ولا انسحب وابعد عنها. انا قلت له وبقول له تاني قدامكم كلكم وقدام ملايين بيشوفوني، يا ربنا يزيدكم ويبارك فيكم يا رب، ابعد عنها، انت ما تستاهلهاش. قلت له كده نصا، ويا رب يكون سمعني تاني، ابعد عنها، انت ما تستاهلهاش، لان انت ما تعرفش يعني ايه بنت بتصون نفسها. ايه المشكله لما بنت كانت لابسه لبس مفتوح في وسط سيدات وبترقص وبتتبسط وبتهزر في يوم حنة اختها؟ فين المشكله؟
فين المشكله لما هي بره عارفه حدود ربنا؟ ما هو ربنا ما قالش للبنت انها تقعد في البيت بنفس اللبس اللي بتخرج بيه بره بيتها، وما قالش للبنت المنتقبه انها تموت ومفروض انها ما تعيش حياتها. مين قال كده؟ ديننا يسر مش عسر. انت اللي عندك المشكله، انت اللي شكاك، هي فعلا مش شبهك. وعلى فكره بقى انت سايب كارثه حصلت وماسك في نقطه بالنسبه لي في حاجه اكبر من النقطه اللي انت ماسكها دي. هي الكارثه الحقيقيه ان حد يصور ومرات اخوك دي ست غير امينه، دي ست مش محترمه. لما يكونوا ناس عاملين موضوع معين ورافضين شيء معين وهي تروح تهتك سترهم وتصور، دي ست مش محترمه. انت على فكره محتاج تتجوز واحده بنفس اخلاق مرات اخوك اللي ما عندهاش اخلاق اصلا. لما ربنا رزقك بست عندها اخلاق وبنت محترمه وبتحفظ فرجها وحافظه نفسها وبتتقي الله في نفسها وما بتخرجش بره غير وهي ملتزمه، ومعاك كمان ليها ضوابط الخطوبه، ليها ضوابط شرعيه ما بتتخطاهاش، ومحافظه على دينها، انت مش عاجباك وشايف ان ده ممكن يكون تمثيل لمجرد انها رقصت جوه بيتها في وسط حريم اهلها وحريم بيتها، مش حد غريب، ومفروض انها استأمنت امك واستأمنت اخواتك واستأمنت مرات اخوك اكنهم حد منها، فاستأمنتهم وقعدتهم في وسطيهم. ما تعرفش ان اللي جايين فيهم حد ما فيهمش امانه، وانت كمان غير امين، لان انت لا يجوز شرعا انك تشوف الفيديوهات اصلا. انت مفروض ان ده ما يحصلش، دي خيانه للامانه. هي مفروض لو عرفت حاجه زي دي هي اللي تسيبك وترفض انها تدخل في عيله شبه عيلتكم، عيله ما بيعرفوش يحفظوا الامانه، بيهتكوا الستر. فدي بنت محترمه وجميله جدا، ومعلش عايزه حد مخصوص كده يقدرها. على فكره بناتنا فيهم جواهر، مش اي راجل والسلام ينفع يتجوز اي بنت. في بنات كده عايزين اللي فعلا يقدر الجوهره اللي رايح يجي يخبط على بابها ويتجوزها، يقدرها ويبقى عارف ان اهلها تعبوا فيها قوي، اهلها ربوها صح قوي، كون انها بتعبر عن فرحتها. ومين قال ان الملتزمه دينيا المفروض تنتحر يعني ومفروض ما تعيش حياتها؟ مين قال كده؟ ديننا ما بيقولش كده. ديننا ما قالش ان الملتزمه دينيا تبقى واحده قفل وما تعرفش حاجه، بالعكس، ده احنا كل ما بنفهم دين اكتر وبنقرب لربنا اكتر بننفذ قوانينه صح بره البيت وبنتبسط جوه البيت، عشان ده ديننا الكريم اللي ما حرمناش من المتعه والفرحه اللي انت عايز تحرم البنت منهم، او شاكك ان طالما هي عملت كده يبقى هي مش كويسه او هي مش مظبوطه. حتى لو هي مثلا عامله بيرسينج وده شيء انا ما بحبوش، انا نفسيا ما بحبش البنات اللي بيعملوا ده، فده شيء حتى لو هي عملته او هي بتعمله لنفسها فده شيء يخصها. بعد الجواز انتوا حرين مع بعض، ممكن تقول لها لا انا رافض ده، انا ما بحبش شكل البنت بالطريقه دي، هي حره. لكن دي بنت محترمه، بنت متربيه وعملت ده وعبرت عن فرحتها وسط اهلها، فده ما يعيبهاش. انت اللي عيد تفكيرك، وانا شايفه ان امك صدقت لما قالت دول مش شبهنا، هم فعلا مش شبهكم ولا انتوا شبههم، وبتمنى فعلا كل بني ادم يتزوج من اللي شبهه عشان يبقى فيه تكافؤ. لكن انت طالما من دلوقتي مستغرب تصرفاتها وشايف ان هي ممكن تكون بتمثل، فسيبها لحال سبيلها، وسيبها بقى للي يقدرها ويفهم هي عامله كده ازاي. دي المشكله اللي كانت معانا، وارائكم بتفرق جدا مع صاحب المشكله، فارجوكم ما تحرموناش بقى من تعليقاتكم الحلوه.